ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. سيدنا الخضر رضي الله عنه وارضاه علمنا بعض الادعية اللي نقولها في لما تصيبنا شدة ولما يصيبنا كرب، والادعية بعض الادعية للحفظ، وبعض الادعية زي المسبعات العشر للامان من الفقر. الادعية ديت احنا يعني حاولت ان انا اجمع لكم بعض الادعية اللي وردت على لسان سيدنا الخضر رضي الله عنه، وبعض الأدعية ديّة لازم نجعلها في وردنا وكل يوم نقولها. الدعاء الأول بيقول: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدعاء دوّة لمّا تقوله ربنا أولًا بييسّر لك الرزق وبيحفظك من كل مكروه. قال ابن عباس رضي الله عنه: من قال هذا الدعاء حين يمسي وحين يصبح 3 مرات آمنه الله من الغرق والحرق والسرق ومن الشياطين ومن الحية والعقرب. وفي بعض الروايات بتقول إن بعد ما بتقرأ هذا الدعاء 3 مرات تدعو الله بما تريد فإن الله يستجيب لك. دايما حافظوا على الدعاء دوت صباحا ومساء 3 مرات صباحا و3 مرات مساء. دعاء بقى الفرج لسيدنا الخضر، هو بيقول: اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغالطه المسائل، ويا من لا يتبرم من إلحاح الملحين، أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك. اللهم أدي عني الدين واغنني من الفقر. اللهم خر لي واختر لي، فإني قد عجزت عن صلاح نفسي وفوضت لك أمري. لما أصاب أبو عبد الله بن محمد البلسي رضي الله عنه أصابه أزمة شديدة ولحقه بسببها كرب عظيم، وبينما هو نائم إذ آتاه رجل حسن القدر والصورة أشبه رجل بالأستاذ أبي عبد الله بن الفخار شيخه رحمة الله عليه، فقال له: أين دعاء الخضر عليه السلام؟ فقلت له: وأين هو؟ فقال لي: قل اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغالطه المسائل، ويا من لا يتبرم من إلحاح الملحين. فاستيقظ وقد حفظ الدعاء وفرج الله همه. الدعاء اللي بعد كده هو دعاء الفرج لسيدنا الخضر عليه السلام: اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء، وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك، وعلانية القول كالسر في علمك، وإنقاذ كل شيء لعظمتك، وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك. اجعل لي من كل هم أصبحت أو أمسيت فيه فرجا ومخرجا. لما تصيبك أي أزمة أو أي كرب أو أي شدة قول الدعاء دوت وردده باستمرار. الدعاء اللي بعد كده هو ورد أن سيدنا الخضر عليه السلام علم إنسان أن يقول: يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بي يا لطيف يا عليم يا خبير. الدعاء دوت يردد 3 مرات. قال: فقلتها فقال لي: هذه تحفة بها غنى إلى الأبد، فإذا لحق قدائق أو نزل بك نازلة فقلها تكفي وتشفي. ثم غاب عني فاستيقظت وأنا أقولها، فوالله ما كانت في شدة إلا ولطف الله عني. بعد كده استغفار سيدنا الخضر رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت لك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك لكل ما وعدتك به من نفسي ثم لم أوفي لك به، وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه غيرك، وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك، وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أذنبته في ضياء النهار أو سواد الليل، في ملأ أو خلاء، في سر أو علانية يا حليم. دايما رددوا استغفار سيدنا الخضر دوت في كل وقت. الاستغفار دوت استغفار جامع وشامل، ودايما نقول الأدعية بتاعت سيدنا الخضر باستمرار. بعد كده عندنا المسبعات العشرة، وهو من أوراد سيدنا الخضر رضي الله عنه، وهو أن تقول قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الفاتحة 7 مرات، وسورة الناس 7 مرات، وسورة الفلق 7 مرات،
وسورة الإخلاص 7 مرات، وسورة الكافرون 7 مرات، وسورة آية الكرسي 7 مرات. ثم تردد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 7 مرات. وتصلي على النبي بالصيغة الإبراهيمية 7 مرات. ثم تقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وتقول دي بتقولها 7 مرات. بعد كده بتقول اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل، إنك غفور حليم جواد كريم. طب إيه فضل المسبعات ال10 دي لما بتقولها؟ أولا سيدنا الخضر لما علمها قال إن لازم أي فقير يقولها، يعني معناها إنها بتزيد الرزق، بتغفر لك بها كل الكبائر، بيرفع الله بها عنك غضب ومقته، بيكتب الله لك بها